السلام عليكم أحبابي وأصدقائي، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيع لنا ومشاركة في نجاحنا. نحن في انتظاركم ومشاركتكم. اليوم إن شاء الله تعالى سنخبركم بقصة حقيقية تشيب العقول من غرابتها وعجائبها. إنها قصة الذئب الذي تحدث مثل البشر وتكلم مع اليهودي. وإليكم القصة أحبابي الكرام. كان هناك رجل يهودي يرعى غنمه في الصحراء، وإذا بذئب يأتي على غفلة ويأخذ شاة من غنم ذلك الرجل اليهودي، فانقض عليه اليهودي مسرعا وأخذ الشاة من فم الذئب. فنطق الذئب وتكلم مثل البشر وقال لليهودي: اتق الله ولا تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. فتعجب اليهودي مما سمعه من كلام خرج من الذئب، فقال اليهودي: عجبا، تجادل في ذنبك وتتكلم مثل الإنس. فتكلم الذئب وقال: أفلا أخبرك بأعجب من ذلك؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم في يثرب يخبر الناس بأخبار الأمم السابقة. فأخذ اليهودي غنمه ودخل المدينة، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي بما حدث معه مع الذئب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالنداء على الناس، ثم خطب فيهم وأخبرهم أن الساعة لا تقوم حتى تكلم السباع البشر، ويتكلم الناس مع نعالهم، وينطق فخذ الإنسان ويخبره بما فعله أهل بيته في غيابه. وهذه قصة حقيقية وردت في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه. قال: ألا تتق الله تنتزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزاواها إلى زوايا من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنودي الصلاة جامعة. ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم، فأخبرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترك معنا في القناة ليصلك كل جديد ومفيد. إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك.